مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في حلقة اليوم غنخصصوا على أهمية استعمال واختيار أصناف الفول والعدس والحمص الملائمة، فكيتعتبر صنف عامل مهم في الإنتاجية وجودة المنتوج، والمغرب كيتوفر على عدد لا بأس به من الأصناف واللي عطات نتائج مهمة على حساب الظروف المناخية والتربة ومجهود الفلاحة وجميع المتدخلين في الميدان. فمجموع الأصناف اللي مسجلة في السجل الرسمي من طرف مصالح وزارة الفلاحة على حساب معطيات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية هو 46 صنف، منها 19 صنف من الفول و7 أصناف من الفيليا و9 أصناف من العدس و18 صنف من الحمص. ومن ضمن هذه الأصناف كلها أكثر من 50% وطنية من ابتكار المعهد الوطني للبحث الزراعي، منها 3 أصناف من الفول و3 من الفيليا و9 من العدس و12 من الحمص. وهذا التنوع في اختيار الصنف وتكييفه مع الخصائص البيئية للمنطقة كيسهل المنتج باش يختار صنف الفول والعدس والحمص الخاص به على أساس المنطقة والمناخ ونوع التربة، ومقاومة التغيرات في درجات الحرارة ومقاومة الأمراض والحشرات والآفات المختلفة، إلا أنه مازال قدامنا الكثير من العمل والجهد باش نحسنوا القطاع. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبالنسبة للمناطق الجافة وشبه الجافة، في هذه المناطق يمكن نزرعوا أصناف بكرية ديال الفيليا وفي وقت جد مبكر، ولازم تكون بذور مختارة باش نقصوا من مشكل هالوك أو فرعون. ومن الأفضل الصنف يكون مقاوم أو على الأقل متحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. وبالنسبة للمناطق الرطبة وشبه رطبة واللي المناخ ديالها شبه رطب إلى شبه جاف على حساب كل موسم، وفي هذه المناطق يمكن الفلاح اختيار الصنف المبكر إلى النصف مبكر، ولازم الزريعة تكون مختارة باش نقصوا من مشكل هالوك أو فرعون وبجودة وإنتاجية عالية، لأن الظروف مواتية للزراعة. الأحواض السقوية من ضروري المؤكد تكون أصناف مستعملة في هذه المناطق المسقية، وإلا حبانا الله بوجود كميات مهمة من الماء السقي أصناف ملائمة وذات إنتاجية عالية. وبحكم وجود الماء يمكن نزرعوا أصناف بكرية وموسمية ومازوزية على حساب طلب السوق، وهنا لازم نراقبوا الآفات وبالخصوص مشكل هالوك أو فرعون. وبالطبع في الأحواض السقوية اللي في الجنوب وفي حالة شح المياه في آخر النمو يمكن نزرعوا الأصناف اللي كتوجد بكري، وهنا لازم نستعملوا البذور المختارة ذات جودة عالية باش نوصل إنتاجية عالية وجودة مقبولة، لا فيما يخص الاستهلاك ولا ما يهم تكثير البذور المختارة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فاستعمال الزريعة المختارة ديال القطنيات مازال ضعيفة في المغرب، والفلاحة كيعتبروا بحال اللي واقع في الحبوب باللي هذا ناتج على نقص في التوزيع والتواصل مع الفلاحة، وكذلك في نقص عدد المحلات ديال البيع واللي الظروف ديال التخزين فيها ماشي ديما بشكل جيد، والفلاحة كيلقاو فيها عدد قليل من الأصناف المعتمدة للبيع. ومع كل هذا كنوصيوك أخي الفلاح أختي الفلاحة باش ديروا مجهودكم وتستعملوا البذور المختارة وتختاروا الصنف اللي كيوالي متطلبات المناخ والتربة في المنطقة ديالكم. ومن الأفضل ما تستعملوا في بلادكم زريعة ما معروفاش، وفي حالة ما استعملتوا زريعة تقليدية فمن المؤكد غادي يكونوا عندكم مشاكل مرتبطة بضعف الإنبات وتكاثر الأمراض والأعشاب الضارة والهالوك اللي كتجي مع هذه الزريعة، وكذلك نقص في الجودة والإنتاجية، وللأسف هذا كيأثر على جودة الإنتاج المحلية ومشاكل في تسويق المنتوج. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.